الأمريكية، بس بدي أخذ باعتبار من الشاب محمد متيني. تحياتي الشاب محمد. شاب محمد، يعني أنا بدي أسألك، أنتم بتلاقوا موقف القيادات الكردية السياسية متأخر عن موقف الشارع والشعب والشباب، إلا شلون أنتم تقييمكم للموقف تبعه؟ يعني هل عم حققوا طموحاتكم مثل ما بدكم؟ لا بتشوفوهم متأخرين بموقفهم؟ بتلاقي الشارع مثلا متقدم أكثر من القيادة بالموقف؟ أول شيء تحياتي لك أستاذ محمد، لك وللمامستة جوان وللجميع الحاضرين والحاضرات. هلا سألتني إلي كشباب أنت سيد العارفين أستاذ محمد، يعني الشباب دائما دمهم حامي، وأنت سيد العارفين بالسياسة بدها برودة أعصاب مثل الثلج يعني. هلا أنا حسب اللي شفته إنه بعد تقريبا ما يقارب 22 سنة من إنشاء حزب الاتحاد الديمقراطي اللي هو السيد صالح مسلم، كان مثل ما حكى الأستاذ جوان كان له المنصب الرئاسي في المشتركة أكثر من دورة، وبعد ما يقارب العشر سنين من تأسيس قوات سوريا الديمقراطية تم هيك تصريح على العلن، ولأول مرة هذا الشيء أكيد ما رح يكون شيء بالسهل، ما رح يكون جاي عن عبث. هلا أنا اللي شايفه إنه الأحزاب اشتغلت صح، والنتيجة كيف نحن كشباب بدنا نعرف إنه هل هذا الشيء اشتغلوه صح ولا لا. نحن بالعبرة بالخواتيم مثل ما بيقولوا أستاذ محمد، يعني طالما وصلنا لهالمرحلة هاي، فحتى لو اجت يعني ان تصل متاخرا خيرا من ان لا تصل. بس انا في عندي تعقيب صغير استاذ محمد، انه الكرد انه ما استغلوا فرصه لما هجم عليهم لحظه تاريخيه. نعم. هلا انا في نقطه كمان حابب اضيفها بعد الاستاذ جوان، انه كان في الاحزاب الكرديه كانت ليست كلها على راي واحد، يعني هون في مشكله كانت. شفنا الكونفرنس الاخير اللي شارك فيه القائد او الاب الروحي للكرد السيد برزاني، وكمان في من السيد عبد الله اوجلان او الناس تواصلوا عن طريقه، والتقى الجنرال مصدوم عبدي واحزاب كرديه تواصلوا وحلوا هي الخلافات. على راسهم كان الخلاف بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي او الانكسي بيسموه، وتم حل هذا الخلاف. يعني أنا كنت دائما بالسياسة أقول إنه السيف اللي بيستل من غمده قبل وقته بيقتل صاحبه ما بيقتل عدوه. فبظن السيد صالح مسلم هلأ بعد ما وحد الصف الكردي ورتب البيت الداخلي الكردي، وهي نقطة فارقة كتير، لأنه لا يمكن كانت تعلن عن هيك موقف ولسه كانت يعني الآن اقترب من الشباب، خلينا نقول هيك. نعم، أنا برأيي أنه السياسة طالما وصلنا لهون السياسة كانت جيدة. وحتى أستاذ محمد في بعض الأشخاص أنه قالوا لي طيب ليش الجنرال مظلوم عبدي وقع على الاتفاقية بينه وبين الجولاني؟ كنت أقول لهم هي بالسياسة، هي بالسياسة أنه خلينا نلحق الكذاب لورا الباب. نحن عم نقول بدنا نعمل هلا أدرى ممكن نشوف بدنا نشوف الاتفاقية وكذا، في كلام كثير عليها، والأمريكان إيش عطوا ضمانات، وفي كثير والفرنسيين، وأنت بتعرف لأن كان أمريكا وفرنسا كانوا مشاركين بهذه الاتفاقية. بالضبط أستاذ محمد، بالضبط. هلا هذا هو الشيء. تركيا يبدو أنه صارت ما عاد همها غير هلا فقط مناطق الداخلية، أو أيقنت أو خلص رضخت للقرار الأمريكي أنه الكرد هن حلفاء للولايات المتحدة، مثل ما كان يحكي دونالد ترامب أو سياسيين كرد، أو مثل رئيس حتى القيادة المركزية الأسبق لفترة دونالد ترامب اللي عرضوه على المجلة كمان حكى أنه نحن ما رح نخرج من سوريا لنعطي حقوق الكرد بسوريا. يعني يمكن أردوغان اقتنع وصل لهي المرحلة، وأنه قال خلص خلينا نقول أنه استسلم سياسيا وعسكريا عن الشعب الكردي، لحتى طلع السيد صالح مسلم وأثبت هذا الشيء بهذا الكلام. هل كان هذا السياسة جيدة؟ هل أنه تأخروا ولكن منيح رتبنا البيت الداخلي. لأنه ليش؟ لأنه الكرد أستاذ محمد نحن بنشتغل دائما على عنا عراك سياسي، ولكن ما بنتعارك بالأسلحة، والحمد لله. لانه نحن لو كان طلعت هذا هيك تقرير او طلع هيك قرار من السيد صالح مسلم، كان رح يقولوا بعض الاحزاب انه هذا قرار احاد الجانب، بينما طلع هذا القرار هلا نحن صرنا مجلس كلياتنا احزاب كرديه كلياتنا اجتمعنا وتوحدنا، واي شيء بيطلع عن حزب فبيتعلق بالشأن الكردي فهذا رح يمثل جميع الاحزاب الكرديه قاطبه يعني، وليس طالع من حزب واحد. استاذ جوان، وقت تسمع محمد عم يحكي من الشباب الكرد تتفائل في المستقبل؟ تماما، وانا معجب كثير بهيك شخصيات وهيك خطاب ناضج تماما،
وهذا بيعطيني دفع كإنسان شعري صار أبيض وعمري صار بال61 سنة، أنه القضية الكردية بأيدي شباب يعتمد عليهم، وسوف يكون الحرس الجديد للقضية الكردية، باعتبار احنا كنا الحرس القديم كل واحد قدم حسب إمكانياته. ولكن الجيل الجديد اللي مثل أستاذ محمد وغيره حقيقة نحن فخورون بهم كثيرا، وخاصة ضمن إقليم شرقي الفرات هناك شخصيات عم تتبوأ مناصب إدارية وقيادية إن كانت مدنية وعسكرية، حقيقة ترفع لهم القبعة يعني.